المشاهير مع ليلى الشواري. فكرة زوينة ديالك ليليا، متأكدة يعني بزاف السيدات غادي يستعملوها، حتى طريقة زوينة. غادي نختموا معاك ليلى. يا مرحبا. نشوفوا شكون الفنان اللي غادي تعرفينا به اليوم، او الفنانة كنظن ياك هي الضيفة ديالك. حاضرة معنا اليوم، هي مطربة مغربية من الأصوات اللي بصمات الساحة الغنائية المغربية بالصوت وبالحضور وبالجمال ديالها. إنها الفنانة فاطمة الزهراء الحلو. نستقبلوها. يلا نستقبلوها. مرحبا بك لاله. شكرا. مرحبا، تفضلي سلموا عليك. مرحبا، تفضلي معنا. مرحبا بك. الله يبارك فيك. غبرتي علينا واحد شويه، ولكن لا هاد السنه رجعتي بقوه. بارك الله. وحنا متبعين الجديد ديالك، والجديد ديالك غادي يشاهدوه المشاهدين ديال صباحيات ان شاء الله. مرحبا بك اولا، ونخليك تصبحي على كل المغاربه من خلال الحضور ديالك. تفضلي. بداية صباح النور لكل المشاهدي القناة الثانية عبر العالم كله، سواء يعني أو المغاربة طبعا اللي في أرض الوطن. تنشكركم على هذه الاستضافة وتنحييكم على هذا البرنامج الجميل، لأن بصراحة احنا محتاجين في هذه البرامج بحال هكا. كتشوفي مرة كتصبحي ملي تيكون عندي الوقت طبعا تنشوفوا البرامج اللي تهتم بالمرأة وبالغير يعني بقضايا الأسرة كلها، فبرافو. بارك الله. شكرا. اذا فنان بالنسبه انا غائبه، انا ما غائباش، بالعكس انا يعني حاضره. عمري ما غبت على الساحه الفنيه. يمكن ولكن مقله في الحضور ديالك في التلفازه. اذا هذا ماشي مشكلتي انا. ماشي مشكلتي انا ديال التلفزيون. فانا بالعكس، انا لما استدعيتوني انا كنت حاضره وجاهزه وجيت عندكم. ولا لا، مرحبا بك. الله يبارك فيك. فيمكن مقله يمكن في الاعلام المرئي، هذا خارج على الاراده ديالي. اذا مرحبا بك لاله فاطمه الزهراء الحلو. انت من مواليد مدينه القصر الكبير، ولكن كبرتي وحياتك كلها قريتي في مدينه الدار البيضاء. الاصول ديالك والجذور ديالك هي من مدينه فاس. غنيتي للموسيقار الكبير الراحل احمد البيضاوي، وكنتي اخر مطربه اللي غنات ليه الاغاني ديالو. شاركتي في عده مهرجانات مغربيه وعربيه، وحصلتي على عده تتويجات. عام وسام الاستحقاق الثقافي في تونس سنه 1993، والجائزه الاولى للسلام من اليونسكو سنه عام 2001. واهم حاجه كذلك هي شهاده التقدير من الدكتور صائب عريقات، كبير المفوضين الفلسطينيين، ومجموعه من اللقاءات الاخرى تبارك الله. اللي لقاء مع المرحوم الرئيس السابق ياسر عرفات في مهرجان أريحة الدولي اللي كنت حضرت معاه في واحد مأدبة غداء، وكان الله يرحمه يعني رحب بيا بزاف وفرح بيا بزاف. وانا نعتبر بان هذا الترحاب ماشي فاطمه الزهراء، بل هو بالشعب المغربي كله، بالاغنيه المغربيه. الاغنيه المغربي طبعا. كلمينا على البدايات ديالك قبل يعني من تدخلي الميدان الفني. كيفاش كانت هذه البدايات؟ واش كانت صعيبه؟ واش كانت سهله؟ طبعا كان دعم من الاسره ديالك؟ ماشي بزاف للاسف، ماشي بزاف. البدايه كانت شويه صعبه نظرا لان تنتمي واحد الاسره محافظه جدا، مع انها مولوعه بالفن وبالطرب، ولكن تبقى في واحد النطاق ديال العائله، ما تخرجش على العائله. فلما انا قررت انني نخرج للميدان الفني لقيت صعوبات كثيره بزاف، وعانيت وتالمت بزاف، لان وهذا الشيء ذكرته بزاف في الصحافه المكتوبه، بحيث ان كانت واحد القطيعه ما بين الاسره، ماشي خوتي ولا مثلا عمامي، العائله الاسره الكبيره. كانت واحد القطيعه ديال 20 سنه انا كيفاش فاطمه الزهراء الحلو انها تغني، هذه ما بغاتش في الراس. ولكن الحمد لله بالفضل ترجع دائما الفضل لزوجي، تنوجه له تحيه كبيره وتنقول له شكرا، لان وقف بجنبي بزاف ودعمني ماديا ومعنويا، ويعني وتحدينا واحد الصعوبات كبيره كانت. والحمد لله يعني انني استطعت ان برغم كل هذا حبا وعشقا في الفن، انا استطعت ان نتحدى كل هذه الصعوبات ونحقق الحلم ديالي اللي انا كنت يعني تنحلم به طول حياتكم الصغار. قبل ما ننتقلوا للجديد، بغينا نسمعوا شي حاجه من الريبرتوار ديالك القديم. نشتاق السلام صعيبه، لان شحال هذه ما غنيت. نحاول اللي حبيتي من الريبرتوار ديالك. كلنا اذان صاغيه. أترى يا
أترادى وبيلا وشقاء وضياء وحصاد الحرب والأوباء يزداد ارتفاع. المقدمة. الله عليك. هذه نشتاق السلام كان عندها واحد صدى طيب، وبفضل نشتاق السلام ما ننساش نعطي لكل واحد حقه الآلمية من كلمات الشاعر المغربي طبعا محمد حي ولحن الفنان محمد مازري. فهاد نشتاق السلام خلاتني ناخذ بها جوائز تكريمات كثيره في عده دول عربيه وتعدت في المغرب. من بعد كانت جات اغاني اخرى، جات اغنيه مثلا فين الاحساس باللهجه التونسيه لشاعر تونسي معروف يمكن تبارك الله عنده في الريبرتوار ديالو 3000 شانسون، ما كاينش شي فنان عربي اللي ما غناش، الاستاذ رضا الخويني. يعني من بعد جات نداء البراءة، جات واحد المجموعه اخرى ديال الاعمال. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. لا بقي معنا قبل ما نشاهدوا الجديد ديالك، ولا غادي نشاهدوا حالا من خلال الصور ونرجعوا نتكلموا عليه. يلا نشاهدوا. احلى ذكرى يوم القاد، عيني في عينك، عيني تقول اسرار اللي بيني وبينك ما يوصفوا احساس. احلى ذكرى يوم القاد، عيني في عينك تقول اسرار اللي بيني وبينك ما يوصفوا احساس. عملتي يعني كليب زوين، انا عجبني لو ريتم زوين، الصوت باقي هو تبارك الله عليك. الكليب مجنونه بك، يعني اللي شفنا الاغنيه ديالو هي كاينه في السيدي اللي كاين دابا حاليا في الاسواق المغربيه، يمكن الناس ياخذوك الى جانب مجموعه ديال الاغاني الاخرى ياك ولا لا؟ اذا هو هذا. شنو هي الحاجه اللي خلات لاله فاطمه الزهراء الحلو ترجع هذه السنه بقوه الساحه المغربيه؟ لا انا كما ذكرت لك في البدايه انا ماشي مشيت وعاد رجعت عاوتاني. لا ولكن غبرتي واحد الايام اعلاميا يعني. لا ما غبرتش. الانتاجات ديالك الناس كاين اللي تيقول فاطمه الزهراء الحلو غبرات، انا ما غبرتش. انا بالعكس نشارك في مهرجانات عربيه، شاركت في موازين، شاركت، وكانت اخر مشاركه ديالي هي قبل ثوره تونس الربيع، كنت في مهرجان قرطاج ايام قرطاج الموسيقيه. فيعني انا نهائيا ما غايباش. يمكن انا قلت لك على الاعلام المرئي هذا هو اللي تيعطي واحد الانطباع للناس بان فاطمه الزهراء الحلو راه هي غايبه. بالنسبه للانتاج طبعا تنشوف انا شويه صعيب في المغرب. لحد الان مازال شركه الانتاج باقا ما زعماش ان تدير انتاجات تمول. وانا من 2 عام تنقول لهم غير تكلوا على الله وزعموا، لان عندنا اصوات جميله جدا، وعندنا يعني ناس في المستوى كبير. فعوض حنا دائما تنستوردوا، علاش حنا ما نصدروش الاغنيه المغربيه اللي اصبح عندها واحد الصدى طيب جدا في الدول العربيه. فاذا انا وعالميا كذلك، وعالميا طبعا انا ما غيباش. ومنين لقيت واحد الشكل انا كنت نقلب عليه من تنبحث عليه من شحال هذه، فما ترددتش نهائيا وسجلت ان انا بمعنى جو سوي ضد الفنان اللي تيبقى دائما في نفس الستيل، في نفس فوالا تيبقى بحال اللي تنقول عامل بوز،
داير واحد البوز انني بديت، لان فاطمه ديال 85 ماشي ديال 90 ماشي هي ديال 2013. اذا لابد ما انا نمشي مع هذا زعما باين من خلال الكليب اللي شفنا مجنونه بك، يعني خاصني نمشي مع الجيل ديالي، خاصني نمشي مع الجيل ديالي، والا غادي نعتزل ونسد باب نبقى عايشه مع الاطلال ومع الاغاني ديال شحال هذه. فاذا لابد ما نجيب الجديد، فكان الجديد مع شاب موهوب مغربي موهوب، الاسم ديالو هو محمد الشقراوي، شاب موهوب جدا عنده 26 سنه، ولكن تبارك الله عليه عنده بزاف ما يقول من كلماته والحانه. والفضل الكبير كله تيرجع للفنان القدير اللي تنعتز بصداقته الاستاذ كريم السلاوي، لان عنده كان توزيع رائع وكل مره تيجينا بالجديد. فكل الى لاحظتي كل الاغاني كل اغنيه ما تتشبه الاخرى. وكذلك في داخل زدت في هذا الالبوم هذا كنت، لان كنت سجلت 2 ريبريز لاموني اللي غاروا مني الفنان التونسي الهادي جويني، وكذلك طفله اندلسيه اللي كنت انا اول وحده اللي سجلتها، لان من بعد كل شيء سجلها كنت سجلتها ديال سليم الهلالي وضفتهم للالبوم. هذا هو الجديد. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. انك دائما تبقي متالقه. بارك الله فيك. وتحضري معنا ان شاء الله في الجديد ديالك قريبا ان شاء الله كذلك. شكرا لك ليلى، عرفتينا اكثر بالفنانه فاطمه زهراء الحلو، عاود شفناك. بارك الله فيكم انتم، تبارك الله عليكم ومرحبا بك دارك، مرحبا بك وجميع الفنانين. تشكرك ليلى، الله يبارك فيك. تنشكرك وتنشكر كل المشاهدين اللي تابعوا معنا هذه الحلقه. غادي نعاودوا نتلاقاو غدا ان شاء الله بفقرات جديده، فقرات مميزه دائما. غدا ان شاء الله غادي نتكلموا على الصحه النفسيه، فقرات بيني وبينك، رياضه، جمال كالعاده، وفقرات اخرى طبعا. وبالنسبه للناس اللي فاتهم المشاهده ديال الحلقه ديال اليوم فممكن يعني متابعتها على الانترنت على موقع 2m.tv. شكرا، الى اللقاء.